شنو يقولوا اول سهره كانت بالنسبه لي مقياس، يعني كيف العلاقه بيني وبين الجمهور المصري. الكونكشن عدى الحمد لله، الكونكشن عدى كتير منيح، و was a great experience. والجمهور المصري يعني حبني وحبيته، وكانت سهره من السهرات الرائعه. هي you can see on YouTube، حط سعد مجرد ايجيبت في moments عمري ما حنساهم انا في حياتي. عايز اقول لك الجمهور المصري يمكن كله كمان كل المعجبين بسعد المجرد شافوا بيك كمان عندهم شغف ان هم يشوفوا سعد المجرد في السينما في التمثيل. يمكن كمان كان في اخبار طلعت ان انت هتحضر لحاجه وهتشارك كمان نجم مصري وانا في كمان. مسلسل رمضان. كلمنا اكتر عن حقيقه الكلام ده ايه والناس بتعمل كده ايه؟ والله سون ان شاء الله. انا كمان عندي شغف اشوف نفسي. لانه ماي مام از ان اكتريس، امي ممثله، وكانت يعني تشجعني وانس ان وايل انه ادخل مجال التمثيل. فاتمنى بس تجي الفرصه المناسبه اللي تضيف لي في مساري ان شاء الله، واخذها. ليش لا يعني. كمان من ضمن الاخبار كنا سامعين في خطوات كمان في اكتر خبر طلع ان في مشروع ليك ان انت تعمل حاجه مع نجم مصري كبير وكمان غنائي كمان في السينما كان في برضه مشروع مع رمضان. الكلام ده مجرد فكره ولا برضه في حاجه هتتنفذ؟ لحد الآن كلهم أفكار، ويعني أنا منايا نطبق وان اوف هذه الأفكار. آه، مش ممكن إنه نعمل كتير دويتس از يو نو، يعني لازم تختار فنان واحد. آه، إن شاء الله الوقت المناسب راح يجي، وهلا ما في يعني nothing is confirmed. كاين افكار بس، ونتمنى ان شاء الله ان يوقع الاختيار على الاغنيه المناسبه على الفنان المناسب ان شاء سعد الله. انا مش عايز اطول عليك، الكلام لو معاك هيطول اكتر من كده، بس عايز اختم باخر حاجه. قول لنا الخطوات اللي جايه بالنسبه لك، كمان الالبوم هينزل امتى؟ اخترت ايه؟ والخطوات بالنسبه لك اللي جايه بقى خططها ازاي؟ حفلات. آه، بنخطط الحفلات ان شاء الله مستقبليه في مصر، وفي المغرب، في لبنان، في دبي، في اوروبا. آه، واحنا في صدد دعم اغنيه غلطانه، اللي هي ذا نيو سونج. وغادي ان شاء الله نضيفوا اغاني، 8 او 9 اغاني، باش غادي نكونوا البوم، وغادي تطرح ان شاء الله الالبوم في 2017. البوم يشمل اغاني مغربيه باللهجه المغربيه المحضه، وكمان في اغاني باللهجه البيضاء، وفي اغنيه ان شاء الله حتكون مصريه بالتاتش المغربي. اوكي، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يخليك.